اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ هانيين؟ اش كتعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غبرت عليكم شحال هادي. كان صراحه عندي شي ظروف هي اللي خلاتني نغبر. انا راه ما نسيتكمش ولفت كنشارك معكم اي حاجه، الحوايج البسيطه والحوايج جد زوينه. كنشارك معكم الحويجات اللي هما تنديرهم في اليوميات ديالي، ولكن غبرت عليكم لان كانت عندي شي ظروف اللي خلاتني نغبر، وهذا علاش غبرت عليكم. ودابا ان شاء الله غادي نرجع معكم كيف كنت في الاول ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا معايا من بعد ما فقت وفطرنا، انا والدراري درت هذا الفطور وعجنت الخبز خليته باش يخمر، وجدت الفطور باش نفطرنا. درنا غير شي حاجه خفيفه هكا ما شاركتهاش معكم وصافي. من بعد ما فطرنا جيت غادي نكرس الخبز كما كتشوفوا معايا. كنتمنى البنات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم الزوينه والتعليقات ديالكم الزوينه، وكنتمنى ما تنساونيش. هنايا كما كتشوفوا معايا راني عجنت في العجانه، انا ما عجنتش في القصعه، عجنت في العجانه وغطيته وخليته حتى خمر تضاعف الحجم ديالو عاد باش هذا غادي نكرسو. هنا انا عجنت الطحين ديال القمح والفورس. هنا كما كتشوفوا العجينه عندي شي شويه رطبه، داكشي علاش خليتها حتى خمرات باش كيجي الخبز مفشش وكيجي رطب. هنايا كما كتشوفوا معايا انا راني عجنت كميه وفيه لان ما كنعجنش دائما يوميا، كنعجن على يومين على 3 ايام بحكم الخدمه ما كنكونش بزاف. كنعجن باش يبقى الخبز دائما في الدار يبقى بالنسبه للوليدات. هنا كما كتشوفوا ما غاديش نقرص بزاف، غنقرص غير واحد شويه حيت الخبز عندي العجينه رطبه. الا قرصتو بزاف غادي يجيني الخبز رقيق. الخبز ملي كنعجنو على يومين 3 ايام الاحسن يكون شي شويه غليظ باش كيبقى يشد ديك الرطوبه ديالو. فانتم كما كتشوفوا من بعد راه كيزيد قد ما تيخمر قد ما تيزيد يتقرص راسو لان العجينه خفيفه. صافي غادي نستمر حتى غادي نقرص. كما كتشوفوا انا راه كنقرص في طحين القمح، يعني ديال الزرع مغسول ومطحون في الماكينه. كنطحن كنقرص فيه كيجي الخبز رائع كيجي زوين صراحه. جبته من دارنا اما انا ما كنشريش الزرع وما ما كنقيش وما كنديش نغسلو ونشرو وندير الطاحونه، ما عنديش انا الوقت داكشي من حكم الخدمه وساكنه في عماره ما يمكنليش نبقى نطلع للسطاح ونهبط. كنجيبو من عند دارنا، امي مسكينه هي اللي كتغسلو وهي اللي كتنقيه. وهنا من بعد ما ساليت الخبز خليته باش يخمر. هنايا رجعت جيت للبيت غادي نطوي الفراش، جيت للبيت تاع الدراري. هنا كما كتشوفوا اليوم راه كاين الجو ديال الشتاء، هاد السيمانه كامله راه دازت عندنا الشتاء. اليوم كانت مشمشه شي شويه ولكن باقي الجو ديال الشتاء، ما كايناش ديك الشميشه اللي بغينا ما كايناش. ولكن الحمد لله دابا هادشي مشات صراحه. كنرجع واحد البرد، كانت شي ايامات كان الصيف راه نيشان، راه الصيف نيت ولينا كنصيفو. دابا ولا عاوتاني البرد منا وجديد بحال راه وقيته ديال البرد صراحه. هذيك الحراره غير ما جاتش في وقتها، غير جات هكذايا قبل وصافي. المره صراحه باقا وقت البرد باقي كلشي، بقيت هذا الربيع دابا. وهنا كما كتشوفوا راني طويت هاد الملايات، حيدتهم من كان ولدي طوى الملايه ديالو وحطها غير فوق الناموسيه ديالو وانا حيدتها طويتها هنايا. كنديرهم هنايا في هاد القنت فوق واحد الكرسي. ما عنديش البلاصه فين غادي نديرهم، مازال صراحه ما قديتش بزاف ديال الحوايج عندي في الدار. ايوا نخليها كل حاجه تجي بوقتها. هنا كما كتشوفوا راه حليت الشرجم، ما وريتش معكم ما وريت لكم الشي على برا، راه باقي الجو ديال الشتا وباقي الارض فازقه باقي. انا حليت باش تشمش. هنا كما كتشوفوا راه صافي راه كنا حيدنا دوك الملايات ديال الفراش
حيدتهم ودرت لي زور، ومن بعد رجع البرد نتوما كما كتشوفوا. من بعد رجع كذلك البرد وهبطنا الملايات. مرة كنا ولينا كنتغطاو بملايه وحده وهكاك تيجينا الصهد. دابا ولينا كنتغطاو كذلك بجوج ملايات ومع ذلك البرد. هنا من بعد ما ساليت البيت تاع الدراري رجعت للبيت ديالي. هنا صافي الدراري راه سالاو العطله، كنخوي لهم ديك الشفيكرات ديالهم باش غادي نصبنهم صافي، وغادي نولي نطويهم حتى العام الجاي ان شاء الله. هادو ما كنرميهمش، كنخلي لهم دائما هذوك القدام تنخليه لهم، واخا ملي كتوصل الدخول المدرسه كنعاود نشري لهم وحدين اخرين جداد، ولكن ضروري ما كيبقاو بعد ما ملي كتوسخوا لهم بعد ما كتقطع كيديباني بديك القديمه. هنايا الحويجات واخا كانت اشترى صبنتهم ودوزتهم في النشافه، نشرتهم غير في البيت فوق الكراسه، وصراحه راه نشفوا لان غير الحوايج رقاق ماشي غلاط، راه نشفوا واخا غير في الدار حليت غير الشرجم وضربتهم الهواء. هنايا غادي نطويهم نحيدهم عليا كذلك غادي نجمعهم. ما كنبغيش نعرم عليا الصابون واخا كتكون الشتاء انا كنصبن، لان كاينين الشفا دغيا كيتنشروا دغيا كيتشمشوا، كضربهم الهواء كينشفوا. صافي غادي نستمر حتى غنطويهم كاملين. كنحاول نحل الشرجم باش يدخل الهواء ويدخل حتى الضوء. كما كتشوفوا راه واخا يعني واخا حبسات الشتا راه كايناش ديك الشميشه هذا كيرجع الغياب وكتغبر الشمس، ولكن شويه الهواء الحمد لله راه دافي، الهواء راه دافي ما كاينش شي بارد. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طويتهم كاملين صافي كل حاجه غادي نرد بلاصتها في الماريو. عندي صراحه عندي ماريو ما كيكفينيش باش غادي ندير فيه الملايات وندير فيه حوايج غلاط وندير فيه حوايج رقاق. انا راه كنت جمعت الحوايج ديال البرد، راه كنت صورت معكم هذا الفيديو ولكن ضاع عليا. مرة كنت صورت معكم فاش هبطت الحوايج ديال الصيف وطلعت الحوايج ديال البرد، لان كانت جات واحد الحراره ما كايناش كنلبسوا الحوايج ديال البرد، وانا ما عندي الماريو ما تيكفينيش باش غادي ندير فيه حوايج الصيف وحوايج البرد. ولاو الدراري كيهبطوا الحوايج ديال الصيف كيلبسوهم لان صافي راه سخن الحال. صافي وليت درت عييت وليت جمعت طويت هذوك الحوايجات ديال البرد صبنتهم وغسلتهم وهبطت ديال الصيف كنديرهم هكذايا في السيكان في الكراطم وكنديرهم فوق الماريو. ولكن ولينا هبطنا عاوتاني شي حاجه من بعد ما جات الشتاء. هنا كما كتشوفوا راه كما قلت لكم هنايا كذلك راه بدلت حتى هنايا الكنبه ديال الفراش، حيت كانت جات ديك الشميشه صافي جانا الصهد صراحه كنتغطاو كنعسو عليها وكتجينا الحراره. وهانتوما كما كتشوفوا كنوريكم بان انا جمعتها وليت درت ليزار. وصافي هانتوما كتشوفوا جات الشتاء. هنا من بعد ما ساليت الدار عندي نقيه، غندوز غير الجفيفه لان واخا كانت الشتاء يعني كنجفف يوميا كتبقى الدار نقيه. صافي غادي ندوز غير واحد الجفيفه صغيره كما كتشوفوا معايا. وهنايا كذلك الخبز كما كتشوفوا راه خمر، غادي نبدا نطيب. هنايا ما عنديش انايا شي ديك الوصله ولا شنو كيقولوا لها ديك ديال الخشب الطويله، عندي هنايا كندير غير في الشبيكه. قسمت درت جوج شبيكات باش هكذا ما يتعجنش ليا الخبز وما يلصقش. وهنايا راه خليته غير 10 دقائق وصافي راه خمر، لان راه كنخمر في الاول باش هكذا ما يلصقش. وكنحاول نقاد دوك الجنيبات ديال الخبز باش كتجي الخبزه مدوره مقاده. صافي غادي نستمر نطيب الخبز كامل. كنهز شويه من هاد كنهز من الفوق ديال هاد الشبيكه ونهز من الشبيكه الاخرى باش هكذا ما يلصقوا لياش التحتانيين. انا كنحاول نفك هاد التحتانيه باش ما تلصقش ليا، ولكن الحمد لله مزيان ما لصقاتش. صافي كنعجن هكذا على يومين 3 ايام باش كيبقى لي الخبز، كتبقى لي حتى الوقت ملي كنجي عيانه من الخدمه كنجلس مرتاح ولا كنقضي حوايج اخرى. انا صراحه كيعجبني نعجن الخبز، كيعجبني
طيب الخبز في الدار، ما كنجمش ناخذ داك الخبز ديال برا، واخا صراحه بعض المرات كتحكم علينا الظروف وكنشريوه، ولكن كنعتمد على الدار، انني نعجن في الدار والخبز دائما يكون في الدار، حتى هو باش تبقى تشري يوميا يوميا راه ميزانيه. شو هنايا اللوح راه تهرس ليا، على شويه ما كنت غادي طيح ليا الخبزه تضيع ليا. غادي ناخذ واحد اخر. هنا كما كتشوفوا هادشي هنا صراحه غادي نديرو اليوم الطاجين ان شاء الله. ندير الطاجين بالدجاج ونديرو بالحمض المصير شويه ديال البصله. غادي نديرو بحال الشكل ديال الدجاج محمر، غير هو ما غاديش نحمر الدجاج. هنا كما كتشوفوا ضفت شويه ديال الزيت، من بعد ما تشحر واحد شويه الدجاج نشف واحد شويه ضفت الزيت وضفت البصله وخليت الحامض بلاتي. غادي نخليه يتشحر شي شويه في البصله، ومن بعد غادي نضيف كما كتشوفوا القزبور، غادي نضيف الثومه وصافي. وغادي نبدا نضيف العطريه ونضيف هذاك الحامض اللي حكيته اللي قربته. انا كما كتشوفوا نضيف الملحه غادي نضيف غير واحد شويه لان الدجاج مالح. انا كندير له سكينجبير والحامض والملحه وكنخليه يترقد، يا اما كنخليه الليله كامله او لا كنخليه 4 السوايع ولا 5 السوايع على حسب. الا كان عندي الوقت كنخليه ديك 5 السوايع ونغسلو، الا ما كانش عندي الوقت صافي كنرقدو ونخليه كيبات الليله كامله حتى نغسل ليه وكنغسلو وكنديرو في الفريكو كيبقى مالح وكيبقى زوين. صافي هنايا كما كتشوفوا درت العطريه، درت السكينجبير والبزار والخرقوم. هنايا كما كتشوفوا الخبيز ديالنا هو واجد صراحه، خبز رائع كيشهي. صافي هنايا غادي نرافق الطاجين ديالنا بواحد شويه ديال الفريت. كما كتشوفوا كنقي الفريت باش انه نقليها باش غادي نتغداو. صافي هنايا من بعد ما ساليت الخبز شطبت داكشي ديال داك الطحين اللي كيوقع لنا في الكوزينه. شطبت الكوزينه وصافي خليتها هي التاليه، لان ضروري ما خصني نخليها التاليه حيت غادي تفرت ليا الطحين في الخبز. خليتها حتى التالي واخا جففت الدار خليتها هي التاليه باش نجففها من بعد ما ساليت الخبز وشطبت. صافي دابا غادي ندوز التشفيفه ديال الدار وانا غادي نكون ان شاء الله ساليت باش هكا كتبقى الدار نقيه. الخبز صراحه النهار كيكون عندي الخبز كتكون عندي الكوزينه مرونه طحين وهنايا كما كتشوفوا الفريت ديالنا هي وجدات. وصافي هنايا درت واحد شويه ديال الشلاضه بالروز، دابا نشاركها معكم ونشارك معكم التفاصيل. الروز والزبيب صراحه كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتجي خطيره، كتعجبني وكتعجب وليداتي، كنديرها مره الجو بارد باش انه نديرو الشلاضه بمطيشه والبصله وهذا. قلت اللهم ندير هذه الروز. والطويجين ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا، المرقه جات رائعه، جات طويجين ما نعاودش لكم شهيتكمش جايه سلام. صافي غادي ندير ديك الفريت من الفوق الدجاج المريقه وغادي نرفقها مع واحد شويه ديال الزويتينات. وهذا هو نهاري البنات. كنتمنى اللي وصلت الفيديو ديال هنا ما تنسانيش من اللايك وما تنسانيش من شي تعليق يكون زوين، واللي ما مشتركاش في القناه مرحبا بك والف مرحبا.